وزي ما تعودنا نبدأ ونقول ونبتدي منين الحكاية. حكايتنا النهاردة هتبدأ من لندن، لأن في عرض للسفر للفرجة على التاريخ المصري. تعالوا بينا نشوف بيقولوا إيه. سافر عبر الزمن، تعال وقف وجها لوجه أمام 3000 سنة من التاريخ المصري القديم. هي دي الرسالة اللي بيرسلها قسم الحضارة المصرية القديمة في المتحف البريطاني بلندن. خليني أقول لك، في القسم ده من المتحف بتتواجد العديد من الآثار والتوابيت والقطع المصرية الأثرية النادرة اللي خرجت من مصر بغير إرادة المصريين، ومعظمها في ظروف وملابسات غامضة. لو عايز تعرف قصة الرسالة شاهد الحلقة كاملة. عزيزي المشاهد، تعرف أنه بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر عقب هزيمة الفرنسيين، استولى الإنجليز على المفتاح اللي فتح للعالم بوابة المعرفة للحضارة المصرية. تعرف هو إيه؟ حجر رشيد، المكتشف في مدينة رشيد المصرية بدلتا مصر الغربية، اللي بينسب إليها الحجر، واللي وجدوا الضابط الفرنسي بوشار داخل أحد الجدران للقلعة القديمة اللي اختارها الفرنسيين لتجديدها بهدف استخدامها كقاعدة عسكرية نظراً لموقعها الاستراتيجي. حجر رشيد اتعمل من حجر الديورات، واللي بيعتبر مرسوم ملكي صدر في مصر 196 قبل الميلاد نيابة عن الملك بطليموس الخامس، وبيظهر المرسوم في 3 نصوص. الجزء الأول منه باللغة المصرية القديمة، أي بالخط الهيروغليفي المقدس لدى الكهنة. الجزء الأوسط باللغة الديموتيقية الشعبية المتداولة في الحياة اليومية بالأسواق والمنازل ومجالات العمل المختلفة. الجزء الثالث منه مكتوب باللغة اليونانية القديمة، وطبعا كان الحجر بمثابة مفتاح للتعرف على اللغة الهيروغليفية. ومن الخط اليوناني اللي كان معروف، توقع العلماء معرفة الخطين التانيين على افتراض ان المقطع لنص واحد، ولكن انتشر افتراض تاني بأنها 3 نصوص. وهنا ملمح مهم جدا، ان الكهنة وهم بيرتبوا الكلام في الحجر ما حطوش لغة الحاكم فوق اللغة المقدسة اللي هي الهيروغليفية، وكمان ما حطوهاش بعد اللغة المقدسة. دول حطوا اللغة اللي بيستخدمها الشعب احتراما منهم للشعب اللي بيحترم اللغة المقدسة بتاعت الدولة. والموقف ده من الكهنة بيظهر احترام كبير للشعب المصري وتقدير لمكانته، اللي خلى الكهنة يحطوه فوق الحكام، وهو الأمر اللي محدش اتكلم عنه قبل كده، وندعي أن لنا السبق في طرح ذلك. صحيح كانت في علاقة أشبه بصفقة بين رجال الدين الكهنة المصريين وبين البطالمة اليونانيين المنتحلين لشخصية الفراعنة، إلا أن الصفقة دي ما تنزلش فيها الكهنة عن قدسية اللغة الهيروغليفية واحترام لغة الشعب المصري في بلاده. على فكرة المعاني دي ما وجدناهاش في أي من المراجع التاريخية أثناء بحثنا، لكنها تأملات شخصية في نص حجر رشيد اللي لا يقدر بثمن. طبعا بعد ما استولى عليه الإنجليز في مطلع القرن التاسع عشر 1802 وحطوه في المتحف البريطاني، وهو لسه موجود على حطة ايديهم، موجود الآن في المتحف مع قطع أثرية كتير نادرة موجودة. ومع استمرار آثار الحقبة الاستعمارية لم تستطع مصر حتى الآن استعادته أو استعادة العديد من الآثار المصرية المنتشرة حول العالم، لا في بريطانيا ولا في غيرها. بريطانيا اعتبرت حجر رشيد غنيمة حرب لأنهم حصلوا عليه من الفرنسيين المنهزمين، وده لما هزموهم سنة 1801 وأخذوا منهم جميع الآثار اللي سرقها الفرنسيين من مصر، وكان من ضمنها حجر رشيد، يعني جمعية ودايرة. وكان المتوقع من بريطانيا اللي يفترض أنها بتنتمي لدول العالم الأول واللي بتدعي التحضر والمدنية والتقدم أنها تعيد المسروقات المصرية، فلا حضارة ولا مدنية ولا تقدم، مع استمرار احتفاظك بالسرقات. وعلشان تتسق بريطانيا مع نفسها كان عليها أن تنشط سياحتها بإطلاق دعوة أكثر موضوعية لجذب السياح من كل أنحاء العالم علشان يزوروا القسم المصري في المتحف البريطاني ويشوفوا الحضارة المصرية القديمة. سافر عبر الزمن، تعالى وقف وجها لوجه أمام مئات القطع الأثرية المسروقة من التاريخ المصري القديم، وهحكي لك قصص عجيبة عن كيفية سرقة الآثار دي ونقلها من مصر لبريطانيا. قصص عجيبة وغريبة ما خطرتش على بال بشر أبداً إن لص سرق من لص تاني، وهي دي الخلاصة. حجر رشيد الأسير الموجود في المتحف البريطاني في لندن يعتبر فاضح بتمسك القوى الاستعمارية بالخطيئة الكبرى اللي تمثلت في احتلال دول غيرها ونهب ثرواتها من غير أدنى اعتذار على الجرائم اللي هي بتتمثل في جريمة الاحتلال ونهب الآثار والثروات. وبعد حصول بريطانيا على الحجر اعتبروه رمز للانتصار على الفرنسيين. المشكلة بقى احنا مالنا احنا؟ تخيلوا ان بعد حصول بريطانيا على الحجر اعتبرته رمز للانتصار على الفرنسيين، ونقشت عليه بريطانيا كلمات اهداء للملك جورج الثالث في عملية لتخريب اثر فرعوني لا يقدر بثمن. الملك جورج الثالث امرهم بوضع حجر رشيد في المتحف البريطاني علشان يكون دليل على عظمة ومجد الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. واعتقد ان الملك جورج
لم يكن ليتخيل إن تهمة نهب وسرقة الآثار المصرية هتلاحقه بعد طول السنين دي كلها، عشان نذكرها له في برنامج ما وراء الإهرامات كدليل على استمرار اغتصاب آثارنا المصرية القديمة بالقوة ووضعها في متحف لندن. طبعا ده شيء خيالي، ولكنه بعيد عن السامعين خيال اسود، زي ما هو دعوه لخلق وظيفه جديده، وان يكون لكل حضاره باحثين يبحثوا عن اثارهم وازاي اتسرقت ومين اللي سرقها وامتى، وهل في جهود لاستعادتها، وايه هي الجهود دي عشان يتوثق كل حاجه للاجيال الجايه، لانه اكيد هيجي وقت ونستعيد الاثار دي ونستعيد الرياده والسياده. وربنا قال في سوره آل عمران: وتلك الايام نداولها بين الناس. خلونا نتكلم شويه عن حجر رشيد. الحجر بيكشف حاجه غريبه جدا، ايه هي؟ ان العلاقه او التحالف التاريخي بين الكهنه ورجال الدين وبين السلطه الحاكمه، وده اتذكر في الحجر لما التزم بطليموس الخامس بالدعم المالي للكهنه وخفض الضرائب عنهم، وده اللي ممكن نسميه اقتصاد المعابد، اللي بيشمل اجور ورواتب الكهنه مقابل تقديسهم ليه قدام العامه واحتفالهم بعيد ميلاده وعيد تنصيبه للحكم كفرعون للبلاد. أحد المتخصصين في علم المصريات بيقول إن الحجر بيحكي قصة المفاوضات بين الكهنة اللي هم رجال الدين وبين الملك اليوناني مدعي الفرعونية اللي استولى على حكم مصر، فنشأت المعادلة دي اللي بموجبها الملك أعطى حرية اقتصادية للمعابد، دولة داخل الدولة، مقابل منح الشرعية السياسية أمام المصريين. والآن هنترك تأملاتنا في حجر رشيد وننتقل لحكاية أخرى. في ندوة لمناقشة كتاب قدماء المصريين أول الموحدين، واللي أثبت فيها الدكتور نديم السيار الباحث المتخصص في علم المصريات إن الحضارة المصرية القديمة عرفت التوحيد وهي في مهدها، واللي بيرد فيها عن خطأ شائع بيقول إن قدماء المصريين كانت العقيدة بتاعتهم حضارة وثنية تؤمن بالشرك وتعدد الآلهة. والحقيقة إن الدكتور نديم ذكر في الندوة إن ده بسبب خطأ حدث في ترجمة حجر رشيد وقت لما اكتشفوا حجر رشيد سنة 1799 ميلادية، ومن ساعتها وبدأ العلماء يحلوا رموز الهيروغليفية. العلماء وقفوا عند مصطلح مهم جدا، وهو ده اللي خلق المشكلة، لأنهم أخطأوا في ترجمته كلمة نثر أو نثرو بالهيروغليفية، فهم ترجموها للفظ إله، ولكن الترجمة الصحيحة ليها المنتسب إلى العرش الإلهي. وشتان أن يكون المعنى إله أو المنتسب إلى العرش الإلهي، لأن كلا المصطلحين يلقي بظلال لمعاني مختلفة تماما. والدكتور نديم السيار رحمه الله بيأكد أن ده هو الخطأ اللي حصل وأدى لوجود تصور بأن هناك تعدد في الآلهة عند القدماء المصريين، ولفظ نثرو كما قلنا يعادل الملاك في عقائدنا الحالية. الملائكة أو الكائنات دي كان بيطلق عليها نتر في العقيدة المصرية القديمة، وبنشوف أن خصائصها بتتطابق مع صفات الملائكة. يعني هم عندهم الكائنات دي اللي هي حورس وأمون ورع وغيرهم ممن أطلقوا عليهم نتر، ومن صفات هذه المخلوقات أنها مخلوقات نورانية، مخلوقة من نور. وفي العقيدة المسيحية واليهودية والإسلامية إن الملائكة مخلوقة من نور زي ما بيوصف النسر في العقيدة المصرية القديمة. ومن صفاتهم كمان إن هم بيتصفوا بسرعة الحركة وسرعة الانتقال، وإن ليهم أجنحة، وكل المواصفات ديت بتتطابق مع صفات الملائكة. علشان كده الدكتور نديم السيار رحمه الله بيؤكد في بحثه العلمي أن المصريين القدماء عرفوا الملائكة ولم يعرفوا تعدد الآلهة ولم يعرفوا الشرك أبدا منذ أن عرفوا التوحيد، إلا في عصور لاحقة أتت بعد ذلك. وطبيعي ده مطابق للعقائد الحالية. وفي القرآن الكريم نجد قوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. وخلاصة رأي الدكتور نديم السيار إن ترجمة نثرو أي المنتسب إلى العرش الإلهي. المهم إنه بعد اكتشاف أسرار الحضارة المصرية القديمة وفك رموز حجر رشيد في بدايات القرن التاسع عشر، وقف علماء المصريات الأوائل من الأجانب في مصر أمام كلمة نثر، واختلفوا في محاولات تفسير معناها حتى انتهى بهم المطاف لترجمة خاطئة بلفظ إله، وهي الترجمة اللي للأسف شاعت وانتشرت وانتقلت من جيل لجيل، وثبتت في أذهان الناس على كده إن المصريين القدماء كان ليهم آلهة كتير. إذا كانت الحقيقة واضحة بهذه الصورة للدكتور نديم السيار اللي درس التاريخ المصري القديم واللغة الهيروغليفية واللغة القبطية وغيرها لمدة أكثر من 25 سنة، فليه ما فيش إجماع في الأوساط العلمية المتخصصة في علم المصريات على إن الحضارة المصرية القديمة إنها ممكن تكون اتأسست كحضارة توحيدية؟ وليه في إصرار على رفض أي كلام بيخالف رأي علماء المصريات الغربيين؟ هل هم عملوا كده بالغلط؟ ولا هو خطأ متعمد؟ ولا هو خطأ صادف هوى عند كبار علماء المصريات
وهل تم التواطؤ على قبول الخطأ مع سبق الإصرار والترصد لتجنب ما يمكن أن يطلق عليه ثورة علمية ستحدث لو تم تصحيح الخطأ الشائع حول تلك الحضارة المصرية القديمة اللي تعتبر أول حضارة إنسانية على الأرض؟ من المعلوم أن الطبيب والفيزيائي البريطاني توماس يانغ كان من أوائل، ده لو ما كانش أول، اللي قاموا بأبحاث ساعدت في فك رموز اللغة الهيروغليفية، خصوصا محاولاته في فك رموز حجر رشيد، قبل ما يجي الشاب الفرنسي شامبليون ويوثق ويوسع أبحاثه ويفك رموز اللغة، واللي نسب ليه فك رموز اللغة الهيروغليفية أو اللغة المصرية القديمة. وبعد ما فك رموز الحجر طلع على الساحة مصطلح أوروبي اسمه إيجيبتومونيا، يعني الهوس بالمصريات أو بالحضارة المصرية القديمة، واللي هنتكلم عنها هنا باستفاضة، وهنفرد ليها حلقة خاصة نتناول فيها تأثير الحضارة المصرية القديمة على كتير من الدول الأوروبية وأمريكا، وده كان سببه الحملة الفرنسية على مصر وإصدار كتاب وصف مصر. السؤال: هل كان في إسهامات أو محاولات تانية لفك رموز حجر رشيد قبل توماس يانغ وشامبليون؟ الإجابة هي اللي ممكن تكون مفاجأة لك عزيزي المشاهد. لما بيقول خلقت كل شيء وحدي ولم يكن بجواري أحد، انتهى الموضوع. زي ما احنا عارفين من مصلحة الكهنوت إنه هو يبقى فيه 2800 إله، كل إله له مسجد وكل إله له قرابين، ولم من الناس بقى يسترزقهم ويلموا ضرائب ويلموا جبايات، وكذلك الملك والحاكم يهمه ان يكون في 2800 حزب ويخبطوا البعض عشان هو تسلم له الامور وهو قاعد فوق ويستغل الناس. وتكون النتيجه ان التاريخ الفرعوني كله مزيف، واللي وصل لنا من هذا التاريخ محرف تماما، ولان اللي كتبه الاقوياء.